ما تيجي اقولك انا ازاي قدرت اعمل الفيديو ده باستخدام موبايلي بس وعلى برنامج كاب كات. السلام عليكم، انا ايمان محمد. اول حاجه عشان نعمل الفيديو ده هنحتاج فيديوهين. الفيديو الاول صور نفسك وانت بتقلب كده في الهواء وكانك شايف حاجه قدامك وبتعمل لها تقليب في الصفحه. الفيديو الثاني صور الشاشه بتاعتك، تسجيل الشاشه كفيديو للحاجه اللي انت عاوز تظهر قدامك كده بشكل تلقائي، وحاول قدر المستطاع انك تزامن ما بين حركه التصفح على الموبايل وحركه تصفحك في ايدك اللي انت صورتها. ودلوقتي خلصنا تصوير، نروح لبرنامج كاب كات. كل اللي عليك تفتح البرنامج وتعمل انشاء لمشروع جديد، وتضيف الاول اللقطه اللي انت صورتها للموبايل اللي هي الفيديو اللي انت سجلته، وبعدين هتصغر حجم الفيديو شويه زي ما انت شايف بالشكل ده وتحفظ الفيديو وكده تمام وزي الفل. بعدين هنفتح برنامج كاب كات تاني ونختار انشاء مشروع جديد غير اللي احنا عملناه، ودلوقتي هنضيف الفيديو بتاعنا واحنا بنقلب في الهواء. بعد ما ضفنا الفيديو بتاعنا كل اللي عليك تختار كلمه تراكب او اوفرلاي لو انت اللغه بتاعتك انجليزيه، وتختار اضافه الفيديو اللي انت لسه عامل له حفظ من شويه بتاع تسجيل الشاشه. تلاقي عندك كده كلمه وصل او الشفافيه او الكلمه اللي ظاهره قدامك دي، اضغط عليها من الشريط اللي تحت، اضغط على الفلتر اللي قدامك ده، هيكون شكل الفيديو ظهر بالنسبه لك بالشكل ده. ودلوقتي تقدر بصباعك كده تكبر الفيديو شويه اذا حبيت، وحاول تظبط قدر المستطاع حركه ايدك مع التقليب اللي انت بتعمله في الشاشه. ودلوقتي هنرجع لورا شويه ونختار مؤثرات الفيديو. هتلاقي في عندك كده كلمه عدسه، اضغط عليها، اختار تاثير الضباب او بلور على حسب اللغه بتاعتك موجوده ايه. والمهم انك تتاكد ان التاثير ده من كلمه عناصر اللي موجوده عندك تكون مضافه على الفيديو اللي انت بتظهر فيه بوشك. تسحب التاثير للاخر بطول الفيديو، ولكن تيجي عند اول التاثير الضبابي خالص وتضغط كي فريم، وبعدين تنزل الضبابيه تخليها 0 او اقل حاجه، تمشي الفيديو شويه وبعدين ترجع ترفع الضبابيه تاني عشان يكون شكل الفيديو سلس كده. ودلوقتي هنضيف تاثير تاني وهو تاثير عين السمكه. كل اللي عليك برضو تضغط على كلمه مؤثرات الفيديو وبعدين تختار عدسه، وبعدين هتلاقي فيه عندك الفلتر ده تضغط عليه، وبعدين من كلمه عنصر تختار الفيديو بتاع التسجيل الشاشه اللي انت عملته، وبعدين تقدر تتحكم في درجه التاثير ديت زي ما انت عاوز، تغليها قوي او تكبرها قوي، تصغرها قوي زي ما انت شايف الفيديو يكون شكله احسن. ودلوقتي مع اخر تاثير هتضغط على مؤثرات الفيديو برضو، ومن كلمه عدسه هتختار كلمه ناعم او سوفت وهو التاثير اللي موجود قدامك ده. وبعدين هتروح لعنصر وتختار التاثير دوت ياثر بس على الشاشه المسجله اللي احنا عملناها. تسحب التاثير ده للاخر لطول الفيديو، وكل التاثيرات هنعملها بنفس الشكل، وتبدا تتحكم في مدى درجه الفلتر ده او التاثير ده زي ما انت عاوز او زي ما انت شايف انا عملت كده في الفيديو. اعمل حفظ الفيديو على 1080 بكسل وطبعا 30 فريم لان ما اعتقدش انك هتحتاجه اعلى من كده. ومبروك عليك، بقى عندك التاثير ده في الفيديو بتاعك، وكل ده ببلاش وباستخدام موبايلك. زي ما قلت لك انا بعمل سلسله جديده عن طريقه تعليم المونتاج من خلال الموبايل. لو انت حابب تتعلم وتعرف ميعاد نزولها يا ريت تعمل متابعه للفيديو ولايك لو عجبك الفيديو او حتى افادك باي حاجه، وما تنساش تكتب لي تعليق تقول لي رايك او حابب تتعلم تاثير ايه الفتره اللي جايه.